مدينة رشيد الواقعة في أقصى شمال مصر بمحافظة البحيرة هي واحدة من أعرق المدن المصرية وأكثرها ثراء بالتاريخ والآثار. تلقب ببلد المليون نخلة نظرا لكثرة أشجار النخيل فيها، وتتميز بموقع جغرافي فريد حيث تقع على مصب فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل عند التقائه بالبحر الأبيض المتوسط. إليك أبرز ملامح هذه المدينة التاريخية. تاريخ المدينة. الأهمية التاريخية: كانت رشيد ميناء تجاريا وحربيا مهما منذ العصور القديمة، وازدهرت بشكل خاص في العصرين المملوكي والعثماني كحلقة وصل للتجارة العالمية. الارتباط بفك الرموز: ارتبط اسم المدينة عالميا بحجر رشيد الذي كان مفتاحا لفك رموز اللغة الهيروغليفية والحضارة المصرية القديمة. المقاومة الوطنية: اشتهرت المدينة بدورها البطولي في التصدي للحملات الأجنبية، وأبرزها انتصار أهلها على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807. المعالم الأثرية: تعتبر رشيد ثاني أكبر مدينة في مصر من حيث عدد الآثار الإسلامية بعد القاهرة، وتعد بمثابة متحف مفتوح. ومن أهم معالمها المساجد الأثرية مثل مسجد زغلول، وهو أقدم مساجد المدينة وشاهد على معارك المقاومة، ومسجد علي المحلي الذي يتميز بعمارته الفريدة وصحنه الواسع، ومسجد أبو مندور الذي يطل على النيل. البيوت الأثرية تضم مجموعة كبيرة من المنازل العثمانية الفريدة مثل بيت الأمصيلي الذي يعكس روعة العمارة الإسلامية والنقوش الخشبية. قلعة رشيد قلعة قايتباي قلعة عسكرية استراتيجية شُيدت للدفاع عن المدينة ضد الهجمات البحرية. طاحونة أبو شاهين نموذج فريد للعمارة الصناعية القديمة التي كانت تستخدم لطحن الحبوب. متحف رشيد القومي يقع في مبنى أثري بيت عرب كلي سابقا، ويعرض تاريخ المدينة ودورها في المقاومة الوطنية، بالإضافة إلى قطع أثرية إسلامية وعملات نادرة. موقعها وجمالها